السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم أحبتي الكرام، وأسأله عز وجل كما جمعنا رب العزة في هذه الدنيا أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأسأله عز وجل أن يبيض هذه الوجوه الطيبة. تحياتي للجميع. في خبر عظيم جدا وفعلا قلقت وما عرفت، كنت بدي أخذ قيلولة ما قدرت، لأنه خبر عظيم بثته قناة العربية وعليه تعليقات إنه عبد الحليم حافظ له صورة سنة 1950، فتثبت قناة العربية إنه هذه الصورة فعلا لعبد الحليم حافظ رحمه الله. طبعا ما بتجوز على الميت المسلم إلا الرحمة، وبتقول إنه هاي الصورة مش متأكدين منها قناة العربية إنه أيام ما كان في الدراسة. قناة العربية أنا ما بعرف قناة العربية ومجموعات الام بي سي وسكاي نيوز، أنا ما بعرف هل هي بعيدة عن المراقبة الحكومية. إيران قاعدة بتعمل فيلم سيدة الجنة، بتشوه سمعة العرب، سمعة الخليج، وفيلم مكلف عشرات الملايين باللغة الإنجليزية عشان يثبتوا للدول الغربية إنه إحنا أهل السنة دواعش. وقناة العربية وسكاي نيوز ومجموعات الام بي سي مشغولين في الممثلين والفنانين والمذيعين اللبنانيين. للأسف الشديد إعلامنا السعودي والخليجي الآن تحت رحمة برامكة الإعلام اللبناني. أنا بدي أسمعكم فيديو حلقة للأستاذ عبد الجليل السعيد. مش أنا بس اللي بتكلم على قناة العربية والعربية الحدث ومجموعات الام بي سي وسكاي نيوز، العالم كله بيتكلم عن هذه المجموعة اللي فرخت لنا شبيحة لبشار الأسد، ولاعنين للإمارات ولاعنين للسعودية ولاعنين. هذا كله والآن راح تشوفوا الدليل، كله لغايات دنيئة وجنسية، غايات جنسية، شهوة حيوانية. بنقوا المذيعات الجميلات من جنسية لبنان لغايات دنيئة. ممكن تشتغل شغلتين المذيعة، أكيد إلها خلفية ثقافية. فاسمعوا هذه الحلقة للأخ العزيز والأستاذ الحبيب عبد الجليل السعيد. شوف شو بتكلم عن الإعلام الخليجي. أنا لما حكيت قبل 3 سنوات إنه الإعلام العربي والإعلام الخليجي خصنص تحت رحمة برامكة الإعلام اللبناني وأصحاب الشهوة الحيوانية، للأسف الشديد في بعض المتنفذين أصحاب شهوة حيوانية. لأجل هذه المذيعة الجميلة بحطها. عندنا قامات إعلامية سعودية تسوى من 1,000,000 مذيع عربي وغير عربي، أو بعض المذيعات الخليجيات لا بجيبوا لبنانيات وبجيبوا لبنانيين، لأنه ملك الإعلام الخليجي علي جابر أقوى، يبدو أنه أقوى من بعض الدول، لأنه تغير رؤساء دول، تغيرت وعلي جابر ثابت في منصبه مع كل هذه التجاوزات.
أنا ما بحكي بس عن قناة سكاي نيوز والعربية الحدث ومجموعات الام بي سي والعربية، لا في قنوات كثيرة. أتحدى الآن القنوات الإيرانية فيها سني واحد أو عنده ريحة يميل إلى العرب. قناة الجزيرة الآن راح تسمعوا كلمة أخونا الأستاذ عبد الجليل السعيد. قناة الجزيرة ولا مطلق لتميم، إذا ما كنت تخضع لكل شروط قطر وتدافع عن قطر وتدافع عن تميم، ما بحطوك مذيع على قناة الجزيرة. احنا مذيعين الام بي سي ومذيعات الام بي سي ومذيعات العربية والعربية الحدث قاعدين بلمعوا إيران، بلمعوا حسن نصر الله من وراء الكواليس كأنه عاملهم سحر. مأكلكم مشربكم ملبسكم بنيتوا عمرتوا اشتريتوا شركات زي جورج قرداحي عنده أكثر من 250 مليون بسبب مجموعات الام بي سي، وبالآخر بطعن في المملكة العربية السعودية، بطعن في المملكة العربية السعودية، بطعن دول الخليج. خلينا نسمع هذا المقطع للأخ عبد الجليل السعيد ومنرجع لكم. أتمنى بعد ألف مبروك للعربية. أول شيء أنا بتمنى على القائمين على هاي القناة، قناة العربية والحدث، إنهم ينظفوا هاي القناة من بقايا جورج قرداحي واللي وظفوا جورج قرداحي. نفوذ جورج قرداحي كتير كبير بقناة العربية بمؤسسة ام بي سي بشكل عام، ووظف العشرات إن لم نقل الأكثر من ذلك في هذه المؤسسة، وهدول عم ياكلوا من خيرك، عم يقبضوا بالريال السعودي وبيرجعوا ولاء لحسن نصر الله ولنبيه بري ولميشيل عون ولكل أعداء المملكة العربية السعودية، فضلا عن اللي جايينك من خلفيات أخرى. هدول الناس هن أصلا تابعين للميليشيات وأصلا مش سائلين إلا على جيبتون وعلى اللي بيقبضوه منك، وبمجالسهم الخاصة أصلا بيكرهوك وبيقرفوا منك كسعودي أو حتى كإماراتي. هاي بصراحة يعني بصراحة هاي يعني مثل ما بقولوا خبط لزق، هاي دج اعتبرها، حابب أقول لك إياها بصراحة. فشو بتتمنى من العربية بعيد العشرين؟ بتمنى تنطفوا هالقناة شوي، تنطفوها. يعني بدي أقول لك مثال، البارحة كان في اجتماع بالهند للمجلس الوزاري لقمة العشرين، اجتماع حضرانه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. بتعرف التقارير تبع العربية شو بتحكي؟ الاجتماع الفاشل والاجتماع الذي فشل. طيب اوكي، فشل ببيان، معقول تعنون اجتماع حضرانه وزير خارجية السعودية ولية نعمتك بانه اجتماع فاشل؟ يعني الجزيرة بتعملها، تسألني ليش اعلامك فاشل؟ اعلامك الخاص فاشل لانه معايير التوظيف في الجزيرة تختلف عن معايير التوظيف في العربية وفي الحدث وفي سكاي نيوز عربية، معايير مختلفة. قطر صحيح بتعتمد على العنصر الفلسطيني والعنصر المغاربي والعنصر الجزائري وحتى العنصر اللبناني احيانا والعراقي، لكن المعيار هو الولاء لقطر، هو الولاء لقطر، هو الاحترام لكل سياسات قطر، هو تنفيذ اوامر قطر. مو عيب ترفع القبعة لقناة الجزيرة على هذه المعايير رغم كل وساختها. انا ما بوافق الجزيرة على وساختها بممالأة ايران وغير ذلك، لكن ترفع القبعة للجزيرة القطرية على شو؟ على المعايير التي تخدم سياسة قطر. اما انت شي موظف لي واحد من جماعة حزب الله وشي موظف لي وحدة من جماعة نبيه بري، لك في وحدة موظفة بسكاي نيوز عربية من جماعة بري ومن جماعة بشار الأسد، جايبينها حاطينها بسكاي نيوز عربي. شو المعايير؟ جمالة وشكلة، لا عربي ولا إعلام ولا فهم ولا علم ولا مكانة، هاي المعايير. واللي مضيع مدراء هاي القنوات الخاصة بلاقيهم عم يحطوا لايكات بانستغرام يعني عم يرتوتوا وعم يعملوا مثل ما بقولوا اعجابات بفيسبوك. لا، جميلات الإعلام العربي. ايش في وحده اموره حلوه جميله تشك، لبنانيه سوريه عراقيه غيرها، وظفها. طيب شو المعيار؟ بيعرفها فقط، ايه حلوه يلا وظفها. يعني انا بتذكر مره بدي شغله من مدير اعلام او مدير بقناه ما راح اسميها خليجيه سعوديه اماراتيه، فانا قاعد عم بدق له ما برد علي. معنا صديقه يعني كانت بمؤتمر معين واموره من الحلوات ما بتفهم بالاعلام شيء، لكن هي بتعرفه، لسه ما كتبت له الرساله على الواتساب كان الزلمه سالخها تليفون، اعطتني التليفون لحتى حكينا له القصه وقلنا له نحن من طرف فلاني، على فكره من طرف فلاني. قلت له الله اكبر شو خدمني لاني من طرف فلاني. فهي بصراحه بحكي لك اياها جماعه، هذا التوظيف وهذا الشيء. فوين معاييرك انت في الاعلام؟ ليش اعلامك الخاص فاشل مقارنه بالاعلام الاخر؟ لانه انت ما عندك معايير بالتوظيف، بتراعي القوه الناعمه ولاء للسعوديه وللامارات. اليوم طوني خليفه جايبينه على الامارات، ما بعرف شو عم يستثمروا فيه، فلوس ومصاري وتلفزيون المشهد، وما خلى لك حدا من لبنان اللي جاب لك اياه وكذا. شو بده يطلع مع اخر شيء طوني خليفه؟ طوني خليفه من جماعه شو؟ من جماعه عمك وفيق صفا.
مدير مخابرات حزب الله. وطوني خليفة ما بيحكي كلمة مزعجة لحزب الله، ما بيحكي كلمة مزعجة لحزب الله، وبتحدى طوني خليفة، وبتحدى اللي جابوا طوني خليفة وبسألهم جيب لي كلمة بيزعج فيها طوني حسن نصر الله وحزب الله، كلمة، ناهيك عن الهجوم، عن فتحهم، عن غيرهم. وين إعلامك عم تستثمر فيه؟ وين عم تستثمر في الإعلام؟ لسه على العربية الحدث من شي حوالي سنة جابوا واحد، روحوا على القصة، اسمه بسام أبو زيد، إعلامي بالLBC بلبنان، جابوا 3 أشهر الأخ جماعة جورج قرداحي، قالوا لهم هذا راح يطالع الزير من البير، كبير الإعلاميين اللبنانيين. بسام أبو زيد شخصية كذا، قعد 3 شهور مدري شهرين ونص. قالت له مرته لا حبيبي يا خي كلامك بيزعج حزب الله، ونحن عايشين بلبنان ما بدناش مشاكل مع حزب الله. الأخ فل وإجا وصار يقول لك معايير العربية والحدث لا تتناسب. طيب هالصرف اللي صرفتوه عليه آلاف الدولارات، عشرات ألوف الدولارات، تيكت طيارات وأوتيلات وبيوت وتوظيف ورواتب، وقعد عندك شهرين ونص وقال لك آخر شيء خازوق حيجاكم مع السلامة باي باي، لا بدي إياك ولا بدي حدثك ولا بدي قناتك، وراح. استثمرها كان بشيء سعودي بشيء سعودية، استثمرها كان بأبناء بلدك، جيبهم وظفهم. وهلا بكره بس تنقل العربيه والحدث بشكل كتير كبير على السعوديه والرياض، رح تلاقوا 3/4 رح يقدموا استقالاتهم ويتركوا مع السلامه، لانه اللوبي اللبناني الجورجي القرداحي الحزب اللاتي البراوي العوني الميشلاوي هذا لوبي قوي جدا، وعقده نقص. يعني هدول مدراء الاعلام اللي بتلاقيهم بالعربيه وبسكاي وبالحدث عندهم عقده نقص باللبناني. اوه لا شو هاللبناني هذا؟ انا بعرف شاب سوري صديقنا قالب حاله لبناني وضحكان على السعوديه وعلى الامارات بالاعلام الخاص، بس قلت له ليش مسوي حالك لبناني؟ قال لي يا خيي هدول بالاعلام يعني بيحبونا هيك لبنان. هو سوري زلمه، شاب سوري، بس ماشي اموره عال العال، والان يعني بيشتريني وبيشتريك بالمصاري اللي صارت عنده. ف يا خيي ليش عندك عقده النقص؟ ليش ما بتستثمر باولاد بلدك كسعوديين كاماراتيين كغيرهم؟ استثمر فيهم، جيبهم تعاب عليهم. وحده مثل جزيل خوري قال جايبينها مع محمد دحلان من يومين، بغض النظر محمد دحلان صاير بيشبالي كاظم الساهر شو اسمه باللوك تبعه، كلمتين بالعربي ما بتعرف. هي مو سكاي نيوز عربيه، هي سكاي نيوز بالعاميه، سكاي نيوز بالعاميه. سموها ليش؟ سموها قنوات بالعاميه، سكاي نيوز عاميه. ما بيعرف بالعربي، شو جاي بتوصفه عندك؟ شكلها شكل منظره؟ والله استثمر باولاد بلدك اذا على الشكل وعلى المنظر. فهاي القصه والله اكثر ما هي فضفضه، راح يطلع لك واحد يعجبه الكلام ما يعجبه الكلام، راح يخلق لي هذا الكلام اعداء. بحكي الحقيقه انا ماني سائل، عرفت شلون بالاخر؟ يعني عم بحكي انا من اوروبا. فيا اخي والله بنتمنى انه الاعلام السعودي والاماراتي الخاص ينجح. والله الاعلام السعودي انا بالنسبه لي والاعلام الاماراتي الرسمي، الاعلام السعودي الرسمي والاعلام الاماراتي الرسمي عم ينجح كثير، لانه ابن البلد فيه، ابن البلد فيه. اما والله عم تستثمر لي بطوني وجوني ومريانا وتشنتانا وشانتالنا وما بعرف شو راح يفيدوك؟ شو فادوك من قبل بالعهود السابقه لحتى يفيدوك هلا؟ سمعنا هذا الكلام وانا حكيته قبل 3 سنوات، انه احنا امام برامكه للاعلام. اكيد سمعتوا دولة البرامكه، دولة البرامكه كان بني العباس ما يحكموا، الدولة العباسية ما كانت تحكم، كان اللي يحكم البرامكه الفرس. فللأسف الشديد احنا امام برامكه للاعلام، والاعلام هو وجه البلد، الاعلام هو الامن، الاعلام هو الوجهه الرئيسيه للسياسه الدوله. تسلموها للبنانيين من جماعه ميشيل. انا حكيتها قبل 3 سنوات، انه قنوات الMBC والعربيه الحدث وسكاي نيوز معظمهم يا من جماعه حزب الله او شبيحه لبشار الاسد او من جماعه ميشيل عون. انا حكيتها، اذا بترجعوا الي فيديوهات قبل 3 سنوات او 4 سنوات اتكلمت نفس الموضوع. وحكى لي بعض الناس قال لي انت راح تزعل ناس كثير، لانه في ناس كثير منتفعين مستفيدين. سمعتوا كلمه عبد الجليل السعيد بقول لك مجرد انه بعثت له رساله رن عليها تلفون. هذا الإعلام، هذا الأمن، هذا وجه البلد، بتسلموا له هذول؟ إيران قاعدة بتعمل فيلم باللغة الإنجليزية لتشويه دول الخليج وتشويه سمعتنا، وصفنا بالدواعش والإرهابيين باللغة الإنجليزية، وإحنا عندنا المال وعندنا المليارات، ما عندنا سياسي، ما عندنا تخطيط. ليش؟ لأنه إحنا مسلمين إعلامنا لأصحاب الخلفيات الثقافية وأصحاب ما بدي أحكيها أنا. شوفوا إعلامنا ما شاء الله، العربية الحديث يوم الجمعة جايبة
بقول لك صورة لعبد الحليم حافظ من سنة 50، وقاعدة عاملة استقصاء إخباري إنه هاي هل هي ترجع لأيام الدراسة أو قبل الدراسة. هيك وصل إعلامنا. إيران قاعدة بتعمل فيلم اسمه سيدة الجنة، طبعا كله تكفير لصحابة رسول الله، والطعن في الإسلام، والطعن في منهج أهل السنة، ووصف العرب ودول الخليج وأهل السنة بالعامة إنه إحنا دواعش. فيلم يصنع الآن في بريطانيا باللغة الإنجليزية طبعا، ومخرجين أجانب معظمهم إنجليز، وممثلين معظمهم إنجليز، ولكن النص فارسي إيراني. اسمه سيدة الجن. الآن راح تشوفوا الفيديو وراح تشوفوا التقرير. للأسف الشديد رؤساء قنواتنا دايرين ورا النسوان، دايرين ورا اللبنانيات، أصحاب الخلفيات الثقافية. أنا ليش أكثر واحد علي بلاغات؟ لأنه كلامي أنا صريح، ما عندي مداهنة، ما أخشى إلا الله عز وجل، ما عندي منصب أو شيء أخاف عليه، بتكلم. يعني على سبيل المثال والله ما بدي أتكلم وأزكي نفسي، والله في بعض الإعلاميين الذين يدافعون عن المملكة العربية السعودية مجانا ليل نهار، والله لما يروح على السعودية ما حدا بيدري عنه، والله ما حدا بيدري عنه. والله في بعض الناس بروح وبرجع ما حدا بيدري عنه، ما حدا بيستقبله، وبنام بفندق مش نجمة ربع نجمة. العز للبنانيات، العز للمرتزقة. ويا ريت يا ريت بين مجالسهم بيشتموا السعوديين، حكام السعودية، وبيشتموا الإماراتيين بين مجالسهم، وإحنا على قرب بنعرفهم. بقول هذول بعران وبدو وكذا وهمج ورعاع، ما بيعرفوا ياكلوا، ما بيعرفوا كذا. وظفوا السعوديين في قامات، في قامات سعودية والله بيعملوا زلزال، بيعملوا زلزال إعلامي في العالم. ليش ما توظفوهم؟ سعوديات. بكفي انك لما توظف سعودي او اماراتي او سعوديه او اماراتيه بتلاقي عندها حرقه على بلدها، بتتكلم بحرقه. انت قاعد بالطعم كلب، بالطعم انت قاعد كلب وهو كلب، بكون وفي بحرصك ليل نهار، وممكن يموت في سبيلك. انت قاعد بالطعم هذول وبتفوا بالصحن اللي قاعدين بوكلوا فيه. يعني براتب لبنانية واحدة بتوظف 10 سعوديين أو سعوديات، براتب لبنانية أو لبناني. جورج قرداحي قديش طلع من قناة الMBC، وجايبين لي الآن مذيعين متعاقدين مع مذيعين لبنانيين ومذيعات لبنانيات، لأنه إلهم ما شاء الله يعني عندهم اطلاع وعندهم خلفية ثقافية. وأكيد كمان احنا صريحين، ما احنا بنحكي 1 زائد 1 يساوي 2. براتب لبناني واحدة بتوظف 10 سعوديين مذيعين. والله في مذيعين، والله في مغردين سعوديين ما ببدلهم ب1,000,000 مذيع. شوفوا صاحب قناة جمرة، لا يحضرني اسمه الآن، شوفوا صاحب قناة جمرة، هذا لازم يكون رئيس كل القنوات الMBC والعربية والعربي الحدث، هذا لازم يكون المدير تبعهم. صاحب قناة أبيض وأسود، مذيع يعني من الدرجة الأولى، واستقصائي كمان. ليش ما توظفوه؟ هذا أولى من الغريب اللي راح يطعن فيك بعد فترة. شفنا جورج قرداحي وشلته. أنا والله بضحك، شر البلية ما يضحك.
يعني كل هالتجاوزات وثابت بمكانه علي جابر، واللبنانيات ثابتات واللبنانيين ثابتين، وما حدا يعني بيسترجي. انا حكيت، انا لما قلت ماسكين مماسك على ناس، بديش اقسم بالله العظيم واحلف على كتاب الله انه فعلا ماسكين مماسك على شخصيات كبيرة. عشان هيك ما حدا بيقدر يحكي معها. في قبل فترة سورية كانت تجمع تبرعات وطالعة وكذا، فأخوة سعوديين براسلون بيقول يتكلم عنها. قلت قبل ما أتكلم عنها تفرج جهاز الخلوي، خذ الجهاز الخلوي تبعها، شوف كم شخصية، رقم شخصية حاطة، ما بتقدر تحكي معها. بجوز يحبسوك أنت إذا حكيت معها أو إذا عملت فيديو عليها. شوف بس جوالها كم رقم، واحد من أصحاب الشهوة الحيوانية. عجبتني قصة جميلة جدا. بقول لك أحد المهربين الكبار له علاقة بالوزراء ورؤساء الوزراء، وله علاقة بالرئيس، من النوعية الثقالة، بهرب باحترافية كبيرة، والتهريبات يعني تفوق مئات الملايين. فمر الموكب تبعه، طبعا عنده أمر رئيس الحدود إنه ما يفتشوا، خلص مرقوا. فالكلب اللي بيكشف المخدرات ظل يعوي ولا رضي يتزحزح من الموكب، ولا خلى الموكب يمر، لأنه عارف إنه في مخدرات وممنوع. الكلب عنده وطنية أكثر منهم. وما تربى على حب الوطن، لكن ما خان اللي طعماه. الكلب ما خان اللي طعماه. يقول لك ربيت كلب وعقرني تحرم علي تربية الكلاب. بعض الكلاب البشرية بتربيه وبتسمنه، وبعد فترة بوكلك. كما قال الشاعر: علمته رمي السهام أو الرماح فلما اشتد ساعده رماني. هذا هو إعلام له للأسف الشديد، مخترق، إعلام محسوبيات لغايات دنيئة. وأنا من هون بقول وظفوا أبناء البلد. حكيتها أنا وحكيتها قبل 4 سنين، وحكاها أخونا الأستاذ عبد الجليل السعيد. في إعلاميين كبار هذول ليش ما تحطوهم مراكز قوية؟ زي ما قلنا لكم، صاحب قناة جمرة وأبيض وأسود والخديدي والأستاذ رعد الشلال، إعلامي معروف كبير. هذا ليش ما يستلم مدير قنوات؟ في كثير إعلاميين كبار عنده حرقة على بلده، عنده حرقة على العروبة، على ولاة أمره. وظفوا هذا اللي لازم يكون في منصب كبير. مش جايب لي واحد استغفر الله العظيم كأنه. خلينا نشوف مقطع من تقرير سيدة الجن، فيلم إيراني كيف بشوه العرب، وإحنا دايرين على أصحاب الخلفيات الثقافية، المذيعات اللي راتب الوحدة فيها بتوظف 10 براتب وحدة، أو براتب واحد 10 بتوظف. لمتى ليش لغاية الآن مكافحة الفساد لم تطال هؤلاء؟ خلينا نشوف المقطع وتشوفوا لحد وين وصلت إيران وإحنا لوين وصلنا. إحنا قناة واحدة قوية باللغة الفارسية،
ما عندنا. شو السبب؟ قناة واحدة باللغة الإنجليزية قوية ما عندنا. خلينا نشوف التقرير، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة الجديدة. أنا هاي القناة على وشك الحذف، حكيت لكم أنا إنذار نهائي، وبعديها راح يحذفوها بدون أي إشعار. وهي قناتي أول تعليق، وأرجو الآن قبل ما تخلص الفيديو تشترك بالقناة الجديدة. السلام عليكم. أم المؤمنين عائشة والصحابة الأجلاء خونة تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم والإساءة لابن عمه علي بن أبي طالب، وقتلوا الحسين بن علي. أبو بكر حرف القرآن وفرض الزكاة من عنده، وعمر شارك في قتل فاطمة ابنة رسول الله. فيلم إيراني باللغة الإنجليزية بكلفة بلغت 15 مليون دولار يعرض في أمريكا من إنتاج شركة بريطانية ومشاركة كبار الممثلين الإنجليز، يصور صحابة الرسول محمد على أنهم قتلة ودواعش متطرفين صنعوا الإرهاب والمجرمين الذي ينتشر في عصرنا. فيلم سيدة الجنة محاولة شيطانية إيرانية جديدة لنشر إيديولوجيا وعقائد نظام الملالي وتعويمها عالميا بسردية ملؤها الكذب والطائفية والدعوة لقتل المسلمين أينما وجدوا. تبدأ أحداث الفيلم باقتحام مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي لأحد أحياء الموصل في العراق وقتلهم لامرأة أمام ابنها، فيسارع أحد مقاتلي ميليشيات الحشد الشعبي الشيعي دون سواه لأخذ الطفل إلى منزله بغرض تربيته، لتنقل أحداث الفيلم إلى عصر النبي محمد بجملة تقولها والدة المقاتل في الحشد للطفل الصغير: المسلمون قتلوا فاطمة ابنة النبي محمد كما قتل هؤلاء المسلحون والدتك. بسردية شيعية ووجهة نظر فارسية قميئة وإساءة واضحة لآل بيت النبي، أظهر العاملون على الفيلم أم المؤمنين عائشة وباقي الصحابة بأقبح المناظر والوجوه، مكررين عبارات تصفهم بالخونة إلى جانب مشاهد وحوارات نسبوها إليهم تظهر تآمرهم على قتل النبي باتهام مباشر لزوجة النبي عائشة والصحابي أسامة بن زيد بدس السم للرسول وقتله في مرضه الأخير. لم يكتفي الفيلم المجوسي بهذا القدر من الكذب، فيطلق العنان لمزيد من البهتان، فيفتري القائمون على فيلم سيدة السماء مرة تلو أخرى على السيدة عائشة بمشهد آخر يروي كيفية استلام والدها أبي بكر رضي الله عنه لخلافة المسلمين بعد أن كذبت على لسان رسول الله وأمرته بإمامتهم في الصلاة. ويظهر مشهد يهدف إلى النيل من القرآن الكريم ورمي أبي بكر بتزويره وتحريفه من خلال رفض رفيق الغار استلام مصحف تفرد علي كرم الله وجهه بكتابته وتسجيله وتفسيره حسب زعمهم. ورد أبو بكر عليه بالقول: عندنا قرآن آخر يتبع. يواصل الفيلم الإساءة لصاحب رسول الله وضرب أساس في دين الله، فيعرج على قتاله لأهل الردة بعد منعهم زكاة أموالهم، واصفا ردتهم بالثورة المشروعة على ضرائب فرضها أبو بكر حسب روايتهم. تحريض وتلبيس وتضليل عبر إظهار جمع من الصحابة يتقدمهم أبو بكر وعمر على بيت علي مباشرين بضرب زوجته فاطمة ابنة رسول الله ضربا شديدا مبرحا ما أدى لوفاتها بعد أيام. صور الفيلم صحابة النبي كجمع من الهمج والقتلة والمريقين، إفك كبير صور بأحدث التقنيات وأفضل المعالجات الفنية والمرئية لتسويق الإيديولوجيا الشيعية
وتصدير ثورة الملال للعالم مع شيطنة علنية للإسلام والمسلمين، وتصويرهم أمام المجتمع الغربي بأنهم ليسوا سوى أحفاد لعشاق الدم ولد من رحمهم إرهاب داعش والقاعدة وأزلام التطرف العالمي في عصرنا. وسط تزاحم المشاهد المكذوبة في فيلم إيران الذي لم يعرض فيها وإنما خصص للعرض في كبرى صالات العرض العالمية بعد تحصله على جائزة مهرجان كان السينمائية، يقف فيلم الرسالة ومسلسل عمر وحيدين في ساحة فنية ملأتها إيران بدجل متبج بأعنف مشاهد التطرف والدعوات للانتقام من الإسلام والمسلمين في العالم بأسره.